بيبقى مكتوب هنا انت المفروض ترمي ايه بالظبط، مكتوب عليها او ستايل. المجلات دي مهمة جدا بس علشان اوصل للمكان ده تحس ان انت ماشي وسط سحاب مثلا. يا صباح الخير. النهارده هيكون يوم صعب بالنسبه لي جدا، لان النهارده اليوم اللي انا مخصصه في الشهر اللي انا اروح افرز فيه الزباله او المخلفات اللي موجوده عندي كلها في البيت، لاني مش برمي المخلفات اللي عندي في البيت كل شويه. كنت في الاول بعملها كل يومين، بعد كده خليتها كل اسبوع، بعد كده خليتها مره او مرتين في الشهر، لان في معظم الشهر مش بيبقى عندي وقت اللي انا اقعد افرز الزباله. والموضوع هنا مش بيقتصر على اني افرز الزباله بس، ولكن الموضوع بيبقى مليان تفاصيل، واوقات بيبقى فيه تكلفه. فبدل ما اقعد احكي لكم بالتفصيل، تعالوا اخدكم معايا ونشوف الموضوع ده انا هعمله ازاي، ويا ترى هيكلفني كام. هنا موجود اي حاجه ازاز في الشنطه دي، مليانه ازاز بس. والشنطه اللي هناك دي مخصصه للمعادن، والشنطه دي فيها الازاز اللي مش نضيف. هنا نوع ازاز تاني بيختلف عن نوع الازاز ده. حد هيقول لي طب ايه الفرق؟ ما ده ازاز وده ازاز. الفرق ان الازاز ده نضيف وان الازاز ده مش نضيف، وكمان الازاز ده لونه شفاف. هتعرفوا كل التفاصيل دي كمان شويه. هنا الشنطه دي اللي موجود فيها كل البلاستيك بس. المكان ده اللي مخصص فيه كل المخلفات الورقيه، اي حاجه خامتها من الورق بتتحط هنا في الكرتونه دي. وهنا شنطه تانية فيها نوع تاني من البلاستيك، بلاستيك نضيف. وهنا في شويه اجهزه كهربائيه قديمه وشويه ادوات مطبخيه انا مش محتاجها تاني. وكمان الميكروويف ده هروح ارميه في مكان مخصص اللي انا ارمي فيه الاجهزه الكهربائيه اللي بايظه. كذلك برضو الوافل ماشين دي. كل حاجه من دول بقى ليها الكونتينر الخاص بيها، وليها كمان مكان مخصص بيها. فيلا خدكم ونخوض المغامره دي سوا، علشان بعد الفيديو ده انت هتبقى خبير في موضوع فرز المهملات، وهتبقى عارف الموضوع هنا بيمشي ازاي بالظبط. كده كل حاجة اتحملت خلاص في العربية. هقف سريعا اجيب اي حاجة اكلها من ايديكا ورايا علشان ما افطرتش ومفيش وقت. المكان اللي انا رايحه بيقفل بدري، هاخد اي حاجة سريعة في الطريق ونكمل طريقنا ان شاء الله. مشكلة يا شباب ان الوقت مش مساعدني خالص، لا عارف اصور لكم ولا عارف اكل ولا عارف اشرب. المفروض اروح اطير الحق المكان قبل ما يقفل، لان خدت وقت شوية لحد ما جمعت الحاجات، والمكان المفروض بيقفل الساعة 7. فيا رب الحق ان شاء الله. شايفين يا شباب الشبورة؟ تحس ان انت ماشي وسط سحاب مثلا، تبقى باينة من هنا بشكل اكتر. هناخد بقى الطريق ده كده وسط الغابات لحد ما نوصل للمكان المخصص اللي احنا هنرمي فيه الحاجات اللي معانا. دايما وانت ماشي على طريق زي كده خد بالك من الغزلان، ممكن تلاقي غزالة طلعت من اليمين او من الشمال، فدايما خليك مستعد انك تعمل فرملة طوارئ. وحاول دايما ما تتجاوزش السرعة في الاماكن دي، وما تجريش على سرعة عالية علشان ربنا يسترها عليك. عايز اقول لكم ان الطريق واخد لحد دلوقتي 20 دقيقة بس علشان اوصل للمكان ده. هو يا شباب المكان اللي هناك ده هو ده المكان. المنطقة اللي احنا فيها دي حاليا تعتبر منطقة مصانع، يعني مش منطقة سكنية. هتلاقي موجود فيها شركات ومصانع في كل مكان. ده المدخل، واحنا كده خلاص داخلين على المحطة الرئيسية اللي موجود فيها كل الكونتينرات اللي احنا نرمي فيها الحاجة اللي معانا. هنا بقى مكتوب يا شباب على كل كونتينر ده مخصص لايه بالظبط. احنا عايزين الكونتينر اللي جوه ده. بسم الله. اول حاجه هنبتدي بيها وهي الصناديق اللي قدامي دي. اول 4 صناديق قدامي دول مخصصين للازاز بس. اي خامه موجود فيها ازاز بتترمي هنا، لكن مش بتترمي بشكل عشوائي. الازاز مش بيترمي كله مع بعض ولازم بيتعرض للفرز. يعني هنا مكتوب براون جلاس يعني الازاز البني، وهنا جرون جلاس يعني الازاز الاخضر، وهنا العلب الحديد اللي هي الدوزن، وهنا الفايس جلاس اللي هو الازاز الابيض او الازاز الشفاف. يعني الموضوع مش بيبقى بشكل عشوائي. فانا هبدا دلوقتي اطلع الازاز اللي معايا، وبعد ما اطلعه هبدا افرزه واحط كل ازاز في الصندوق اللي خاص بيه. يلا بينا نخلص المهمه. اول حاجه يا شباب هبتدي بيها وهو الازاز. اطلع دلوقتي الشنطه اللي فيها الازاز ده، وبعد كده هبدا افرز فيه. وكمان يا شباب في لحظة لما انت بتيجي تفرز بيبقى مكتوب هنا انت المفروض ترمي ايه بالظبط. في حاجات معينة المفروض ما ترميهاش بتبقى مكتوبة هنا، حاول تلقي نظرة عليها كده. بعد كده يا شباب هجيب الازاز اللي هو الفايس جلاس اللي هو الازاز الشفاف ده، وابدا ارميه هنا. خلاص يا شباب كده احنا اتفقنا ان اي ازاز شفاف بيتحط مع الفايس جلاس اللي هو الحاجات العادية دي. طيب يا شباب انا خلصت اول حاجه الازاز الابيض، وهنا البواقي شويه ورق وبلاستيك اللي انا كنت مجمع فيهم الازاز هجمعهم ارميهم في المكان المخصص للبلاستيك مش هنا.
هنا يا شباب ملابس، كان عندي شوية ملابس قديمة وصغرت عليا بوديها برضو لمكان مخصص للملابس القديمة. الشنطتين دول خدهم هنا وهروح للمكان المخصص للملابس هنا. اقوم جاي يا شباب حاطط الحاجة بتاعتي هنا كده، جاي قلب القلاب ده كده، تقوم نازلة تحت كده. خلصنا مرحلة الملابس. دلوقتي يا شباب المرحلة اللي بعديها مرحلة الأجهزة الكهربائية. ومعايا هنا شاشة متكسرة وباقي شوية أجهزة وأديهم برضو في كونتينر تاني. باجي بطلع هنا كده وأقوم جاي راميها هنا يا شباب. المعادن والكنزات، اخواتنا السوريين بيقولوا على السويت شيرت كنزة، بس احنا قصدنا على الكنزات اللي هي العبوات المعدنية. طيب يا شباب كان عندي شوية أدوية قديمة في البيت، دي برضو ليها مكان مخصص للكلام ده، مخصص لأي حاجة متعلقة بالأدوات الطبية. في شوية بلاستيكات تاني هنرميهم برضو في الكونتينر رقم 11 كده يا شباب. الحمد لله خلصت. عايز اقول لكم ان هم فاضل لهم بالظبط دقيقة ويقفلوا، وانا الحمد لله خلصت. بصوا يا شباب التصليحات اللي هم عاملينها في كل مكان. انا دخلت الشارع ده غلط، الظاهر كان مقفول من قدام ودخلناه غلط. بعد ما دخلنا لجوه خالص لقيناه مقفول، فهنلف وهنرجع تاني. في تصليحات بقى هنا هي على اليمين وعلى الشمال. احلى حاجه بقى هنا يا شباب لما بيعملوا تصليحات بتاخد وقتها، بتاخد وقت طويل جدا. هي دي بتبقى ميزه وعيب في نفس الوقت. بتبقى عيب علشان بيقفلوا الطرق وبيبقى في تحويلات والدنيا بتبقى زحمه، وميزه ان هما لما بيعملوا الحاجه وبياخدوا فيها وقت طويل بتتعمل صح. في تصليحات كتيره جدا في الشوارع طول ما انا ماشي عمال اقابل تصليحات، واللي اصعب من التصليحات التحويلات اللي بتبقى موجوده. ما بتبقاش عارف بقى الشارع ده اخره فين وهيدخلك على فين، وتلاقي دايما يفط محطوطه كده عماله تقول لك خش يمين خش شمال. بيبقى الموضوع صعب يعني. معلومه تانية يا شباب، الملابس اللي احنا رميناها من شويه، الملابس دي مش بتترمي كده بشكل عشوائي، وانما الملابس دي بتروح مساعدات لناس تانية. فانت تقدر ترمي الملابس القديمه اللي موجوده عندك اللي هو تتخلص منها، وفي نفس الوقت تكسب ثواب لو انت نيتك ان حاجتك دي تروح لحد محتاجها، وكمان لو انت محافظ على الحاجات دي اللي هي تكون صالحه ان شخص تاني يلبسها. شوف هنجيب ايه. هخش ارض دلوقتي يا شباب اجيب شويه حاجات ناقصاني في البيت. تعالوا دلوقتي يا شباب اقول لكم الكيس ده عباره عن ايه. الكيس ده اهالي الاطفال بيجيبوه في الهالوين وبيحطوه قدام البيت. بيبقى موجود في حلويات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، والاطفال لما بتروح تخبط على باب الجيران يدوهم من الحلويات دي. افكار اوروبيه واحتفالات بالهالوين بتحصل هنا. محتاج شويه بابريكا عندي في البيت، جيب لي كيس سعره هنا عامل 1 يورو 79 سنت. شايفين يا شباب المنتج ده محدش يشتريه علشان شايفين نوع اللحمه اللي هناك ده عباره عن لحمه خنزير. محدش مثلا يفتكرها سلطه يكون شكلها حلو يقول اجيبها افطر بيها، يحذر علشان دي لحمه خنزير. هو ده اسمه وهو ده شكله. سلطه كب. وهجيب لي نص كيلو 400 جرام صدور فراخ سعرهم عامل 3 يورو 49 سنت. بصوا يا شباب لقيت ايه. حرنكش 100 جرام سعرهم 1 يورو 19 سنت. بمناسبة بقى الهالوين دي سعرها 1 يورو 79 سنت، مكتوب عليها أوز باير يعني من باير. بصوا يا شباب القسم اللي موجود فوق ده موجود في ماركت ألماني بس تحس اللي هي أجواء رمضانية. يعني هنا هنلاقي مثلا البلح، التمر، وهنا هنلاقي التين اللي هو المجفف ده، وهنلاقي هنا قمر الدين. حاجة جميلة يعني انك تكون في ماركت اوروبي وتلاقي اللي موجود عندهم الحاجات دي. ومحتاج برضو شوية طماطم عندي في البيت، اختار لي كيس طماطم من دول كده يكون كويس. دايما لما تيجي تجيب الخضار بتاعك بص عليه كويس كده، اتأكد ان ايه مفيش طماطمية فيها اخرام ولا حاجة. دول 650 جرام سعرهم عامل 1 يورو 99 سنت. معلومة تانية يا شباب برضو عايزكم تاخدوا بالكم منها. شايفين نوع الشوكليت ده؟ نوع الشوكولاتة ده بقى خد بالك منه قوي، احفظ شكله كويس واحفظ اسم البراند بتاعه، علشان الشوكولاتة دي موجود فيها خمور، موجود فيها نسبة خمور يعني. علشان لو محدش يعرف مثلا وهيجيب لحد هدية ولا حاجة ممكن يفتكر ان الشوكولاتة هدية لذيذة بس هي للأسف فيها خمرة. فخد بالك من التفصيلة الصغيرة دي. لو عليا عايز اصور لكم واشارك معاكم تفاصيل اكتر من كده يا شباب، بس للأسف فاضل 10 دقايق والماركت يقفل. كل ما اروح مكان يبقى فاضل له حاجة بسيطة ويقفل.
دايما في الماركتات هنا مش بتلاقي مواد غذائية بس، دايما بتلاقي قسم الكترونيكس. يعني مثلا هتلاقي قسم زي اللي انا فيه عندهم مثلا لابتوبات، عندهم مثلا كافي ماشين مكنة قهوة، عندهم شوية حاجات تانية الكترونية. دايما بقى وانت خارج من الماركت هتلاقي المكان اللي موجود جنب ده موجود فيه مجلات زي اللي انتوا شايفينها دي كده. المجلات دي مهمة جدا وفي ناس بتستفاد منها جدا، وتعالى دلوقتي اقول لك ازاي. هنا يا شباب دايما بيبقى موجود العروض اللي هتيجي الاسبوع اللي جاي، بيبقى فيه خصومات هنا دايما جميلة جدا، وبيبقى فيه كمان عروض الناس بتستفاد منها. في ناس بقى بتاخد المجلات دي وتشوف العروض فين وتروح الوقت والميعاد اللي فيه العرض تشتري الحاجه بتاعتها اللي هي عايزاها ايا كانت الحاجه ايه هي. حبيت اقول لكم الفكره دي سريعا يمكن حد استفاد من الطريقه دي. فعايز اقول لكم ان انا برضو خرجت من الماركت على اخر دقيقه، فاضل دقيقه والساعه تيجي 8، يا دوب حسبت وخلصت قام الكاشير قافل ورايا المكنه على طول. وكده يعتبر معظم الاماكن العامه قفلت، لان دلوقتي الساعه 8. دلوقتي اللي هيبقى مفتوح الاماكن الخاصه، الكافيهات والمطاعم والاماكن بتاعه الحفلات والجيمات والصالات الرياضيه والنوادي بيفتحوا بقى براحتهم. كل مكان وليه نظام مختلف عن التاني. في اماكن بتفضل فاتحه لحد نص الليل، وده تصحيح معلومه صغيره للناس اللي بتفتكر ان المانيا كلها بتقفل الساعه 8 بالليل، والمعلومه دي غلط. لان اللي بيقفل الساعه 8 بالليل الدوائر الحكوميه والمصالح العامه بس زي الماركتات كده مثلا، لكن في الحياه الليليه والاماكن الخاصه بتفتح في اي وقت هي عايزاه. الجو دلوقتي تلج يا شباب، عمال اطلع دخان من بقي زي ما يكون تنين.